مرحبا أصدقائي. طبعا أكو بنت بتركيا هي عايشة. أكثر شي ناس خاصة بالتيك توك الناس قاموا ينشرون عليها ويقولون إنه هي البنت حاليا بسوريا. فهي البنت اسمها عنود الأصيل هي الشي. فالبنت أنا مرة شفتها، يعني أتذكرت كانت أيام قبل، يعني قبل سنتين هي الشي. رحت على الغرفة وهي كانت أظن بغرفة طبعا، فشفتها يعني بساحة المدفع، فرحت على يعني رحت زرت إبراهيم الخليل. المهم فالبنت مسكت يعني على حكي الناس، فانمسكت بتركيا، فهي ما عندها كملك أو هوية، فرحلوها. اللي ما عنده هوية يرحلوه على سوريا أو يرحلوه على العراق أو شوف هو وين. فهي ستوها بإدلب. هيدا سولف على حكي ولسان الناس، ستوها بإدلب. عاد البنت غادي قامت تتصور طبيعي، وهي البنت ما عرف شلون هي شلون تصرفاتها تعرفون انتم. عاد فراحت على إدلب قامت تتصور، وغادي اكو جيش، يعني نظام يختلف عن نظام تركيا، يعني حرية وعادي لا، غادي يختلف. فمسكوها البنت فحاكموها اول شي سنة مدري سنتين خلوها، بعدين فجأة يقولون انه راح يتم اعدامها بالرصاص. هاي شني الناس، يعني البنت مختفية حاليا، وبالعلم البنت تابت، يعني كان عندها سوالف مكسرة ومو حلوة ومو زينة. فهسه حاليا انه مباشر قامت تتحجب وقامت تقول انا تايبة، وعلى البث المباشر وتنزل فيديوهات على اليوتيوب. فان البنت تابت، فما مال انه تخلون قصاص، وبنت شابة يعني عمر حلو، يعني هي شابة يعني بالعشرينات، فما مال تخلون قصاص عليها يتم اعدامها او بالرصاص. يعني شنو هي جندي؟ هي من ده شني؟ فاتمنى اذا صح هذا الكلام او خطأ فما اندل. اذا صح فاتمنى يكون سجن شهر شهرين على الفيديوهات اللي عملتن، وتطلع البنت وهي تابت يعني. اما اذا كذب اتمنى تطلع وتعترف انه تقول انه ترى كذب ومدل ايش، حتى الناس اللي محبيها خاصة محبين صوتها انه يطمنون عليها. اوكي، هي البنت اسمها عنود الاصيل، تمام. هي اظن من محافظة دير الزور او هي شي، يعني يا دير الزور يا الحسكة، فهي شي. المهم ان شاء الله تكون البنت ما بيها شي، واذا هي تمام عند السوالف نحنا خلونا بعيدين عن هيجي شي، خلي بالواقع نسولف. ان شاء الله انه تطلع البنت بسلامة، اذا صح انسجنت او خاصة اذا بتركيا او بسوريا. اذا انسجنت اتمنى انه تطلع وما بيها شي، وتطلع وتنزل فيديوهات مثل قبل وتفتح لايفات. واذا بيها يعني انه هي تسوي مقلب او تسوي هي شي، فاتمنى انه تطلع وتطمن الناس عليها. اوكي، وتحياتي لكم، لا تنسون اللايك والاشتراك حتى نستمر في النشر، وشكرا لكم.